هنعمل النهارده مع بعض الجلاش الحلو. شايفين هش ازاي؟ هقول لكم السر اللي بيخليه هش كده. معايا بقى لفه من الجلاش، هناخد منها 4 رقات كده. تمام. واهم حاجه بقى في الجلاش السمنه. من غير سمنه الجلاش بيبوظ، حرفيا بيبوظ. خلاص كده. هندهن سمنه زي ما يطلب نحطوله. مش هنسيب حته في الجلاشه مش عليها سمنه. هو بياخد السمنه اللي هو عايزها وبيسيب اللي هو مش عايزه. تمام. هنا بقى انا غلطت غلطه ان انا ما تنتش الجلاشه. اما ما نتنهاش بيلزق كده بسرعه لان عليه سمنه. هوريكم برضو اما نتني الجلاشه بيفرد معانا بسرعه. تمام. هنا بقى بنفرد بقى الجلاشه اهوت. شوفوا انا تنيتها نصين ففرد معايا بسرعه. بعرفكم برضو ايه اللي بيريحكم. نفرد بقى السمنه كده على قد ما نقدر لحد ما نخلص الجلاشه. تمام. السمنه دي اللي بتخلي الجلاش مهوي معانا وخفيف كده. وعايزه اقول لكم والله مش بيبقى تقيل على المعده خالص، يعني هو لو ما عليهوش سمنه بيبقى تقيل فعلا لان بيبقى ني. شايفين انا كده بدهن السمنه بتاعتي وكده خلصت. هنطبقه بقى 3 تطبيقات كده وبعد كده نقطع مثلثات. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. هنقطع بقى المثلثات بتاعتنا. هوريكم طريقتين، الطريقه اللي تريحكم اعملوا بيها. خلاص. كنت ممكن ارص كده في الصينيه وبعد كده اقطع، يعني اسهل لي انا. بس انا عشان هنعمل طريقتين فما عملتش كده. كده خلاص خلصنا اللفة الأولانية. اللفة التانية برضو هنعملها بنفس الطريقة بالسمنة وبعد كده هنقطعها كده، يعني أربعات. أنا غلطت غلطة هنا هوريها لكم برضو. هنا عملت 4 اهوت، المفروض أعمل اليمة التانية 4 برضو. أنا عملتها 3 فطلعت حتة عريضة وحتة إيه، مظبوطة يعني. فالعريضة دي أنا هعملها مستطيل. خلاص يعني مفيش حاجة بتخسر معانا. عشان هنا عملت مثلث اهوت. شايفين كده مثلثات. الحتة العريضة بقى هنعملها مستطيل كده. ما تقفوش على حاجة. هنجيب بقى الصينية اللي هنسوي فيها الجلاش ونفرد فيها الأرضية سمنة كده وبعد كده نرص فيها الجلاش جنب بعضه. أهم حاجة نسيب مسافة كده ما يبقاش لازق زيادة عن اللزوم عشان يهوي معانا وياخد السمنة اللي هو عايزها. خلاص كده. حطوا له سمنة على قد ما تقدروا لأن السمنة هو لو اللي بيعوزوا بياخدوا اللي مش بيعوزوا بيطردوا. وبعد كده بنصفي السمنة بتاعتنا لو اتبقى سمنة يعني. الفرن هيكون درجة الحرارة بتاعته هادية. تمام كده. نسخن الفرن كويس وبعد كده نحط فيه ايه الجلاش وبيطلع معانا بالشكل الجميل ده بعد نص ساعة. خلاص. شايفين هش ازاي؟ وبعد كده بقى بنسقيه بالعسل او الشربات بتاعنا. عايزه اقول لكم الجلاش بيبقى حلو تاني يوم اكتر من اول يوم لانه بيبقى شرب العسل بتاعه كله. شايفين شكله عامل ازاي؟ الجلاش البيت احلى من بره، بس هي ارزاق والله. وكده خلاص خلصنا. انا اسماء الحمامصي، لايك وشير، مع السلامة.